عندك تقريبا 5 انظمه تشغيل العربيات اللي موجوده في السوق قدامك. اول نظام في ال5 انظمه دي وهو الاي سي اي Internal Combustion Engine، مواتير الاحتراق الداخلي. عارفين عيوبها وعارفين مميزاتها، مش هنطول في الكلام عليها. النظام الثاني اللي هو الاي في اللي هو الالكتريك فيكل، ودي عربيات بتشتغل بالمواتير الكهرباء، وبتقدر تشحن البطاريات بتاعتها يا اما عن طريق محطه الشحن اللي انت بتعملها في البيت عندك، يا اما محطات الشحن اللي موجوده في الشارع. والميزه في النظام ده ان انت بتوفر مصاريف الاستهلاك ومصاريف الصيانه اللي هي تقريبا تكاد تكون معدوم. بس المشكله الاساسيه اللي بتواجه ملاك العربيات دي وهو رينج العربيه، واللي بيربطك بمسافه معينه ووقت معين علشان تستعمل فيه العربيه. والحاجه الثانيه قله محطات الشحن اللي موجوده في الشارع نسبيا مقارنه بعدد العربيات الكهرباء اللي موجوده في الشارع. والنقطه الثالثه ودي الاهم هو الوقت اللي العربيه بتستهلكه علشان ترجع تشحن العربيه للاخر. النظام الثالث اللي هو الاتش اي في اللي هو الهايبريد الكتريك فيكل، وده باختصار عربيه فيها موتور كهرباء صغير، وده علشان يساعد العربيه ان هي تمشي في الزحمه او سرعات تحت 60 كيلو. يبقى انت كده بتاخد ميزه الموتور الكهرباء في التوفير في الزحمه والسرعات القليله، وبتاخد كمان ميزه التوفير في البنزين على السرعات العاليه. النظام الرابع بقى اللي هو البي اتش اي في بلاج-ان هايبرد الكتريك فيكل، نفس النظام بتاع الهايبرد مع اختلافات بسيطه. اهم اختلاف ان انت ممكن تشحن البطاريه بتاعه الموتور الكهرباء عن طريق وصله الشحن الخارجيه، وبرضه بتشحن البطاريه دي عن طريق الموتور البنزين اللي موجود في العربيه. كمان رينج البطاريه بتاعه البلاج-ان هايبرد بيكون اعلى من الرينج بتاع العربيه الهايبرد العاديه. كمان بتقدر تمشي بيها على سرعات اعلى من 60 كيلو. النوع الخامس والاخير اللي هو ريف رينج اكستندد الكتريك فيكل. فكره النظام ده بتكون قايمه على حركه العربيه الاساسيه بناء على المواتير الكهرباء اللي موجوده فيها، مع وجود موتور بنزين صغير مهمته الاساسيه والوحيده هو شحن البطاريه اللي بتمد المواتير الكهرباء بالطاقه. انت مش محتاج توفر نقطه شحن ولا في البيت عندك، ولا تدور على نقطه شحن في الشارع طول ما انت ماشي. ولو جينا نتكلم على صيانه الموتور البنزين اللي موجود في العربيه، فهي تعتبر لا تذكر. الموتور بيشتغل لما العربيه تحس ان هي محتاجه تشحن البطاريات. ابعت لي وقول لي انهي نظام فيهم انت بتفضله، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير، ولو عايز اي سؤال ابعت لي في الكومنتات. سلام.